السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ده خامس فيديو معانا في لستة وات از ذا مينينج اوف بروجرامينج. زي ما في الفيديو اللي فات فهمنا وعرفنا ايه هي اللوب، وفهمنا الفور لوب، وعرفنا ازاي بنستخدمها وموقفها ايه. فتعالوا بقى نشوف نوع تاني من اللوب اسمه الوايل لوب. الوايل لوب ده بيبقى مفيد جدا لما بيكون عندي شرط معين انا محتاجة اتحقق منه. عايز الكود يفضل يتكرر لحد ما الشرط ده يتحقق. الكود يفضل يتكرر، الشرط ده يتحقق، وافضل تكرار يتكرر كل شوية طالما الشرط اللي انت محدده بيكون صحيح. طب عشان افهم الوايل لوب بطريقه جميله وسهله وتركز معايا، هعرض لكم قصه كده جميله. ان معانا مارك كان مدير مشروع في شركه تكنولوجيا، وكان عنده المهمه بتاعته ان انا هراجع الملفات كلها، بس الشرط بتاعه ان انا مش هقل من او يساوي 10. يعني طالما اكتر من 10 انا مش هراجع. الحد الاقصى بتاعي ان هو يكون 10. ده كان الشرط بتاع مارك. طب ازاي مارك هيقدر ينجز المهمه؟ كطريقه تفكير اي بني ادم عادي او اي بني ادم هيقدر يفكر ازاي. اول حاجه انا هبدا امسك الملف الاول، بعدين هعمل العمليه مستمره. 1 2 3 4. يعني انا دلوقتي بكرر العمليه، وكان الحد الاقصى بتاعي ان هو يكون 10. بعد كل مراجعه بيزيد 10 واكتر من 10 انا مش هراجع. طب دلوقتي ازاي هكتب طريقه تفكيري دي ان نخلي الكمبيوتر بتاعي يفهمها؟ هكتب اول حاجه معانا رقم صحيح اللي هو رقم الملف. اول حاجه اللي هي integer files equal 1، يعني اول ملف هيبدا بالمراجعه هو نمبر 1. وبعدين هفتح معانا حاله الوايل هتكون بكتابه ازاي files، وبعدين اكتب الشرط بتاعي اللي هو طالما عدد اقل من او يساوي هيطبع لي الرقم اللي انا براجع فيه، وبعدين بزيد الحلقات واحده ورا التانيه. طب يعني ايه الكلام ده؟ عايز افهمه بشكل اكتر. يعني الاول مارك بيبدا بمراجعه الملف الاول، وبعدين مارك بيستمر في مراجعه الملفات طالما الشرط بتاعي صحيح اللي هو اقل من او يساوي 10. وجوه الحلقه مارك بيعرض الرساله، بيقول ان هو تم مراجعه الملف رقم كذا، وكل مرة الرسالة دي خاصة بالملف اللي اشتغل عليه، اللي هي علامة الدولار اللي احنا عملناها في في الكود. ده بيخلي الرقم اللي انا اشتغلت عليه هو ده اللي يظهر لي بس. لا، وبعد كده انا بخلي ان مارك بعد كل مراجعة مارك بيزود عدد الملفات اللي راجعها بواحد. يعني بزود واحد. يعني بتظهر ازاي؟ تظهر معانا كده راجعت ملف 1 2 3 4 5. يعني من علامة الدولار هي هتخلي لي الملف اللي هو رقم 1 ده انا راجعته، 2 ده انا راجعته، وبعدها انا بزود واحد بتبقى 1 و2 و3 و4. بس هي دي ملخص قصة وايل معانا، ان هو بتساعد زي ما شفنا ان هي بتساعد مارك في تكرار عملية المراجعة طالما الشرط بتاعي صحيح، والشرط بتاعي هو اللي بيحدد مدى استمرارية عملية المراجعة بناء طبعا على عدد الملفات المتبقية. شوية نصايح كده حابة أقولها لكم كل 2 فيديو أو 3 إزاي تتعامل وإزاي تقدر تذاكر البرمجة. أول حاجة إن أنت هتتعامل معاها في الأول إن أنا هقول لك إن هي معلوماتها كتير. هي معلوماتها كتير، لكن إن أنت لو عرفت المشكلة وعرفت تحلها هتبقى سهلة معاك وسلسة. أول حاجة إن إحنا نقسم المعلومات دي لقطع صغيرة ونسجل ملاحظاتنا على جنب. وتالت حاجة إن إحنا ننظم وقتنا في المذاكرة. يعني إني ما اخليش وقتي كله مذاكرة وما اخليش وقتي كله بره أو بره المذاكرة يعني. بعدين تحاول تطبق عملي، يعني اللي بشرحه ده تحاول تطبقه عملي في حياتك أو أي حاجة لحد ما نخش إن شاء الله على لغة دارت، بحيث إن إحنا هنكون لغة أعلى بالليفل شوية، بحيث الأمثلة هتكون أصعب شوية. بس أنا باخدك دلوقتي من الصفر. هتستخدم مصادر متنوعة، إن الموضوع كله البرمجة مش مقتصرة على قناة بس أو كورس واحد. البرمجة معاك في كل حتة. حاول تحدد أولوياتك وتحل المشكلة خطوة بخطوة، وتشارك طبعا مذاكرتك وتشارك كل حاجة مع الناس التانية بحيث إن هما يديلك تشجيع. ما تذاكرش 5 6 ساعات 10 ورا بعض، لا طبعا ده غلط. حاول تدي دماغك راحة، تاخد بريك كل ساعة إلا ربع كده، تاخد لك 10 دقايق بريك. حاول تغير المكان. الحاجات دي الصغيرة دي بتفرق جدا في المذاكرة. وحاول طبعا توازن بين المذاكرة والحياة. الحياة مش كلها حياة، والمذاكرة مش كلها حياة. يعني المذاكرة ما تبقاش 25 ساعة في اليوم ولا 24، والحياة برضو انت هتعيشها وفي نفس الوقت انت بتذاكر.
حطي نفسك بالمرة ل10,000 وسط ناس إيجابية بتحاول تدعمك وتحفزك وتشجعك. وبرضه ما تنساش إن أنت لازم يكون معاك مرشد، بحيث إن هو حد يكون فاهم في البرمجة وحد يكون كويس فيها. شارك أهدافك وكون بيئة مشجعة لدعمك وتحقيق النجاح. وبس لحد هنا يعني حدد أهداف الواضحة وقسمها لخطوات صغيرة زي ما قلنا، ونحافظ على الروتين إن أنا ما بين وقت معين في المذاكرة ووقت معين لدنيتي وحياتي. لازم كل ده يتوازن ولازم طبعا ان البرمجة روتينية جدا، ان انت كل يوم هتقعد تكتب برامج، تكتب اكواد وتكتب حاجات كتير. كل ده عمل روتيني، بس مع الوقت هيكون سهل ان شاء الله. اتعامل مع ايجابية مع المشاكل. احتفل بالانجازات الصغيرة، انك كتبت حاجة صغيرة او عملت حاجة صغيرة في حياتي فانا لازم احتفل بيها. بس كده يعتبر خلصنا السيشن بتاعت النهارده، وهشوفكم السيشن الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.